لا يعرفه، إلا أنه لم يعد يشتغل كما تلاحظون هنا. زر التشغيل لا يشتغل لأنه سقط في ماء البحر، وقد استمر البحث عنه حوالي أكثر من نصف ساعة وهو في قاع البحر. قد كان من المستحيل أن نجده، إلا أنني قد أخذته إلى مصلحة الضمان، وقالوا لي أن هذا الهاتف، قالوا لي ما المشكل. قلت قد حكيت لهم ما جرى، إلا أنهم قالوا لي أن لا يمكننا أن نقوم بتعويضك عن هذا الهاتف. نحن فقط نقوم بتعويض إذا ما حدث خلل في نظام الهاتف أو تغيير الشاحن مثلا. إلا أنني قد تحدثت مع صديق لي مختص في صيانة الهواتف، وقد قال لي أنه يمكن أن نقوم بإصلاح هذا الهاتف، وسوف نقوم بحلقة خصيصا للمتابعين مدونة المحترفين، لكي لمن وقع له نفس المشكل أن يرى كيف سوف نقوم بإصلاح هذا الهاتف. وإذا أردتم أن نقوم بهذه الحلقة، اترك تعليق، بأن لكي نرى الكم الهائل الذي المهتمين، وسوف نقوم بهذه الحلقة إن شاء الله، فانتظرونا. طبعا أعطوا بعض الشركات الدمى علشان تنزل لهم الكفرات. في البداية من الخلف، طبعا الجهاز اتغير من الخلف زي ما شايفين، صار بالطريقة هذه. ومن الأمام برضو تغير. طبعا يجي بنسختين، نسخة 5.5 إنش 4.7 إنش. الصور اللي هذه راح أوريكم هي السبعة 4.7. طبعا نقلوا زر الباور اللي يفتح الجهاز للجنب، طبعا من الأسفل زي ما شايفين بالطريقة هذه. طبعا الفلاش كان طويل، دحين دمجوه الفلاشين، فلاش واحد. البصمة برضو مدعومة. طبعا الجهاز نحف. دحين راح أوريكم مقارنة بين الأجهزة السابقة للآيفون. زي ما تشوفين آخر واحد في الأسفل هو الآيفون 6، هو أنحف شيء. الصورة اللي بعد هي مقارنة بين الآيفون 6 والآيفون 5S. طبعا هذا الحجم، طبعا زي ما قلت لكم هذا 4.7. وهنا مقارنة بالأجهزة اللي دحين في السوق اللي هي الإكسبيريا Z2 والS5. هنا زي ما شايفين مقارنة بين أجهزة الآيفون القديمة، هو أطول شيء وأكبر شيء. وهنا مقارنة بين الآيفون 5S والآيفون 6. وهنا برضو من الأمام مقارنة. اللي بعدها مقارنة بين ال HTC M8 والآيفون 6 تقريبا في نفس الحجم. برضو الجالكسي S5 تقريبا في نفس الحجم. بعد كده زي ما تشوفين برضو هنا في مقارنة بين الآيفون 5 والآيفون 6 قريبين من بعض. طبعا الصورة اللي دحين راح تشوفوها هي نسخة 5.5 و4.7. زي ما تشوفين الفرق. وهذه صورة 5.5 إنش. طبعا الجهاز كبير بالطريقة هذه. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.